مرحبا السادة المشاهدين الكرام، حياكم الله. عدنا لكم من جديد في هذه الفقرة المتميزة. طبعا راح نتكلم عن الشعر والدواوين الشعرية وعذب الكلام. بالفعل، والشاعر اللبناني وائل كرامة هو في الشعر ينسى نفسه إلى حد الحلم والخرافة، ويكتب بسلاسة مياه النبع الصفاء قريته اللبنانية الجميلة، ويفوح من صورته الشعرية عطر الصنوبر والأرز. مواضيع قصائده مميزة جدا وهادفة وليست مجرد وجدانيات، يتحسس نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بمنزل وحبيبة وقصيدة فلسطين التحرير وحق العودة. بيروت حكاية حلم زايد الخير استثنائية وعظمة هذا القائد طبعا، ومواضيع كثيرة طرحها في قصائده المميزة. نرحب بالشاعر وائل كرامة، طبيب في مستشفى الشيخ خليفة وأخصائي في طب العائلة. اهلا وسهلا فيك معنا. اهلا فيكم. اهلا فيكم، شكرا لتلفزيون قناه الامارات على الاستضافه. طيب. تحب اول شيء ناديك دكتور ولا الشاعر؟ شو اقرب لك امانه؟ الاقرب لقلبي. الاثنين بفتخر فيهم. هلا نحن اليوم عم نحكي باطار الشعر. نعم. فبتمنى عليكم تنادوا لي بالشعر. الشاعر الدكتور، شو رايك؟ كمان كويسه. طيب ما في تفاوت بين مهنه الطبيب ومهنه الشاعر، خصوصا ان مهنه الطبيب محتاجه انه الطبيب يكون مركز طول الوقت، ومهنه شاقه في اي وقت يستدعونه، والشاعر يمكن نسال طارق مرهف الاحساس، مزاجي. كيف تتوافق بين الاثنين؟ أنا بحس في تكامل بيناتهم بشخصيتي أنا، لأنه هو الإنسان أساساً مزيج من عقل وقلب. نعم. هلا الفكر، غذاء الفكر كان الطب لإلي، المهنة اللي أنا امتهنتها وبحبها كثير وبعطيها كثير من وقتي. نعم. وبهتم كثير بمرضاي. وتم احس بتقصير تجاه الطب، يعني لما بعطي تجاه الطب مثلا صار لي 3 سنوات انا المفروض انشر هذا الديوان، وكانت اخذتني المستشفى الشيخ خليفه بنشاطات لا من يعني غير مقرره، مش بس دوام، يعني انا بعمل نشاطات ثانيه. نزلت مجله طبيه تابعه للفاميلي ميديسن لكل عيادات ابو ظبي. فلوهلي بيسرقني الطب، بحس بتقصير تجاه الشعر، بنشر شعر. هلا الشعر هو تعبير عن ما بيختلج بقلبي من مشاعر ومن تأملات بالحياة، بقضايا الوطن والأمة، بمشاكل الجيل اللي نحن عايشينه. يعني هي وسيلة تعبير. بالطب هي مهنة، هي بخفف وجع الناس، وبالشعر إذا بدك بخفف وجع مشاعري أنا. وبخفف كثير من الأطباء اتجهوا يعني أبدعوا في مجال الإبداع، سواء كان فن أو شعر أو يعني الطب دائما يخرج لنا مبدعين على فكرة. مزبوط. خصوصا الطب، ما ادري شو السبب. هلا في ترابط، يعني عاده الطبيب واضح انه التضاد خلى فيه نوع من الترابط. وهو اساسا الطبيب الحق اللي ممتهن مهنه الطب عن حق هو بيكون اجتماعي ومحب للناس. نعم. ولمشاكلهم، يشعر بمشاكل المجتمع. نعم. لهالسبب بيسهل عليه التعبير من خلال الشعر او الادب او القصه او الروايه. نعم. خلينا نسمع منك قصيده. رح افتتح بقصيدة للشيخ زايد الله يرحمه، وقصيدة كثير صادقة. أنا ما تعرفت على الشيخ زايد الله يرحمه لأنه لما جيت أنا كان الشيخ زايد متوفى صار له شيء 50 يوم، فصرت أعرف عن الشيخ زايد من خلال المرضى اللي يجوا لعندي، يخبروني عن مزاياه وإنه كيف تعاملوا مع شعبه. فحسيت إنه قائد نادر. يعني يقول لك الايام تنسي الواحد الحزن والزعل، الا وفاه الشيخ زايد الله يرحمه الايام تزيد الحزن على فرقان، لانه بيترك فراغ. القائد بهالحجم بيترك فراغ. هو كان اب ايضا. نعم. عنوان القصيده زايد الخير. قبلا كنت اظن أن شعر المديح بات من تراث الكتب، وأن الراشدين من الخلفاء والحكماء من الحكام أصبحوا من السلالات المنقرضة. فكيف تمطر الأشعار إن غابت السحب، ومن يزين الفضاء إلا أنوار الشهب. واليوم تراني أخيط الحروف في فكري، معلقات من ألم
على غياب حكيم بالحب قد حكم. من قساوة البيداء جاء فارسا يزين جبينه فجر ساطع، ويعانق يمناه عصا فطرة وقيم، وينبعث من قلبه في الثانية 1000 سنة ضوئية من خير ومحبة. اليوم تراني أدرس ظاهرة في بلاد العرب والعجم، أن يكون القائد لأبناء شعبه أبا حاضنا لا يتكرر، ويكون أيضا داعما لحاجات جميع الأمم. ولأني ما أجرت أبدا أوراقي ولا القلم وأقسمت أن لا أفعل، ولأن كلمة الحق سيف مرفوع لا ينزل، أقول إن مدحك واجب يا خيرا زائدا على الأمة. الله قد من يا باني مجد الإمارات يا حاشد الهمم، فألف رحمة على روحك وهي في الجنة ترفرف كالعلم. يا سلام، يعطيك العافية. قاعد أشوف ديوانين معنا هنا، ديوان بعنوان بخار المرايا. نعم. ثقافة الحب، يعني قاعد أشوف فلسفة في تسمية الدواوين، تسمية غير اعتيادية. سبب اختيارك لهذه الأسماء؟ هو الديوان الأول بخار المرايا صدر بسنة 2001 ببيروت. بيعبر شوي إذا بدك، عايشين نحن هلأ بمرحلة أو بعصر في شوية ضبابية، فالمرايا لما بيجي عليها بخار بتصير شوية فيها ضباب. هلأ اللي بيحسن بيرجع هالضباب هو الخير الموجود بالكون، لأنه إذا ما في خير هالكون كان بيفنى. وفي قصيدة ببخار المرايا بقول فيها: لعل كلام الحب أشبه ببخار المرايا، هنيهات ويرحل لتبقى بسمة عينيك ولمسات الصمت والتجدد في عشقك لي فرحا أبديا لي أثمن الهدايا. هلأ ثقافة الحب أتى العنوان لأنه هو ديوان ثقافة. محتاج تثقف رجالنا بهاي ثقافة الحب طبعا، هلا ولا رح تخلق فجوة يعني. هو الحب ثقافة بالأساس. نعم. وكلنا نحتاج لثقافة في الحب. نعم. الحب بحر واسع كتير، والحب الحقيقي إذا بنرجع له نحن بيوفر علينا كثير من مشاكلنا الاجتماعية اللي نحن عايشين فيها. هلا طلع العنوان ثقافة الحب هيك عفوي، يعني ما في قصيدة اسمها ثقافة الحب مثل ببخار المرايا. نعم. لأنه من الأساس يعني الحب هو أساس العيش. نعم. أو أساس أو مرآة القلب، والثقافة هي أساس الحضارة إذا بدك. نعم. فجمعت كلمة ثقافة الحب وحطيتهم يعني مخرجنا يعني تعقيبا على كلامك، يعني سعيد خميس مزاجه رايق اليوم، شو قاعد يقول؟ يعني بما انك انت طبيب، ما في دواء للحب ايضا؟ يعني بس الشعر كلام عن الحب، من الجانب الطبي ما في دواء للحب؟ كثير من الفلاسفة ايضا يعني كانوا يفكرون بعمل دواء للحب. هيدا يعني هذا الشيء الوحيد اللي ما له دواء. في قصيدة عن الحب في يجاوبوا لحضرة المخرج. سعيد خميس يلا يلا سعيد خميس انت ورط نفسك. هو الحب مغامرة، هو الحب مثل ما حضرتك تفضلتي بالمقدمة حلم أو خرافة. أحيانا حتى إذا البعض بيعتبروا، في ناس يمكن يعتبروه الحب وهم، فإذا وهم خلينا نصدقه ونعيشه إذا هو وهم جميل. رح ألقي عليك قصيدة شو بيقدر يعمل الحب. هلا كثير في الناس بيطلعوا لنقول بيطلعوا بالمصعد، يمكن يشوفوا صبية حلوة بالمصعد. هلا الشعر اللي بيجي بيسكب جمالية على الأفكار العادية اللي عند الناس. لقاء في المصعد، حبذا لو كان المبنى من ناطحات السحاب، وكنت تقصدين الطابق الأخير. حبذا لو تصيب المصعد سكتة دماغية، فلا يعود يقوى على الحراك، وتهجره الكهرباء إلى غير رجعة. حبذا لو كنت ممن يخافون الأماكن المقفلة، وتلجئين إلى كتفي طالبة النجدة. حبذا لو تلتفتين، حبذا لو تقرأين أفكاري، وتقبلين دعوتي إلى فنجان قهوة.
حبذا لو توقعين ورقة عليها عنوانك أو رقم هاتفك، حبذا لو أكسر جدار ترددي فأسألك عن اسمك وأشياء أخرى، حبذا لو كان المبنى من ناطحات السحاب. يعني بقول لك صح لسانك، وبقول للبنات لا تركبوا المصعد إذا كان في شاب في المصعد، أوكي؟ هاي رسالة للجميع رجاء. طيب دكتور وائل، نحن كل حلقة نسأل سؤال وضيفنا هو يتشرف ويسحب لنا السؤال. طارق تذكر بالسؤال بعد إذنك. شوف الاسم، أم فاطمة من عمان، ألف مبروك ربحتي معنا. السؤال الرشا، وشو الجواب؟ أنت قول شو الجواب. أنت تقولين. شو الجواب مخرجنا؟ هو الحبل المربوط بدلو يكون في الطوي لسحب الماء. ومبروك لمنو اللي فاز معنا؟ ام فاطمه الف مبروك، فزتي بجائزه مقدمه من نتيج الصوف فستان مبلغ 800 درهم. اتصلي على قناه ابو ظبي في اوقات الدوام الرسمي وان شاء الله تاخذين الجائزه وتتهنين فيها يا رب العالمين. بس عندي سؤال، تسمحين لي؟ تفضل. السؤال يقول الله يسلمك، يعني طبعا كل شاعر له مثل الاعلى من الشعراء المعاصرين او الراحلين، من الشعراء اللي تحب تسمع لهم؟ أنا تأثرت بالمتنبي بمرحلة معينة بقراءات لجبران خليل جبران ولميخائيل نعيمي. كنت رح أقول لك لجبران خليل جبران لأني لاحظت في بعد تأملي، لمسة فلسفي شوي، لأنه دائما يعني بكتب وراء مغزى القصيدة، ما بكتب لمجرد الكتابة. نزار قباني، يعني أنا أسلوبي اكتشفته مع الوقت، أسلوب سلس، مين ما كان بيقدر يقراه ويفهمه، ما بيستعمل مفردات صعبة. وهل من لكم اياه. وانت بدأت الشعر وعمرك 11 سنة صحيح؟ نعم. تحتفظ ببعض الأشعار اللي كتبتها لما كان عمرك 11 سنة؟ نعم، حتى لو ما نشرتها بحتفظ فيها لأنه هي التجارب الأولى. هل يعني تفتخر فيها ولا تشعر ان هي ركيكة أو كل ما بتكبر بتكتشف شيء معين؟ لا أكيد بفتخر فيها. حتى بتذكر أنا الأساتذة كثير شجعوني بالمدرسة، كانوا يلقبوني بالفرنسي من إلا لو بتي بوات، يعني الشاعر الصغير. حتى لما كنت صغير كانوا يحسوني الشاعر. فحي الله إذا كان عندنا مناسبة بالمدرسة أنا اللي بقدم الحفل حتى لما كنت بعدني بالمدرسة. نعم. طيب مشاهدينا شكرا طبعا ليك، احنا رح نترك النهايه معك حتى يكون ختامها مسك، ولكن انا وطارق رح نختم مع مشاهدينا حتى نلقاكم الحلقه القادمه. لكم مني ومن فريق العمل اطيب المنى، ودمتم في امان الله. نراكم على خير مشاهدينا الكرام في حلقه غدا باذن الله تعالى من برنامج صباح الامارات، على امل ان نلقاكم مجددا في حلقه مميزه كما عودناكم دائما باذن الله تعالى. اهم المواضيع بس شمس تقولينها للمشاهدين الكرام اللي راح نتكلم عنها بكره. إعادة جمال الوجه ونظارته وحملة الترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى فن العزف على الأورج وموضوع قراءة الكف. هاي حلقات باكر. طبعا نحن نشكر ضيفنا الشاعر اللبناني وائل الكرامة الشاعر والطبيب، ونتركه له، يعني نترك المايك لك أنت شاعرنا تختم بقصيدة. هلا قبل ما لكم الختام والختام مسك، رح يعني نستغل هالظرف لنقول انه عندي توقيع لديواني جديد ثقافة الحب. الكتاب هو صدر عن دار الكتاب العربي ببيروت. وين التوقيع بالمجمع الثقافي بأبو ظبي الأربعاء الجاية بعد يومين الساعة 7:30. فكل اللي بحب الشعر واللي بحب يتذوق الشعر إذا يوم الأربعاء الساعة 7:30 في المجمع الثقافي موعدكم مع الشاعر لتوقيع كتابه. طيب باختصار شعرنا راح اقول لك قصيده زغطوره ماشي. من شان الوقت. سوري. إذا نخلي القصيدة، شو رأيك يوم الأربعاء؟ يلا هي صغيرة ما رح طول عليكي. طيب يعني. لو كان حوض السباحة أضيق، لو كنت لا تعرفين العوم وتطلبين مساعدتي، لو غابت صديقتك وطلبت مني كجار لمظلتك أن أدلك ظهرك بالزيت الواقي، لو أصابك تشنج عضلي مفاجئ، أو لسعك قنديل البحر، أو ابتلعت بعد الماء،
كي أقترب منك مهديا بعض خدماتي كطبيب من الأحلام والأفكار الشريرة، فليساعدني الله ويمدني بمؤونة من جرأة كي أتقدم من عرش عينيك الملتحفتين بالنظارات الشمسية وأقول بكل بساطة أنني أرغب بل أتوق للتعرف إليك.